يا صباح الخير على أهلي وناسي أهل المطرية الطيبين. المطرية ما ينفعش تبقى فيها من غير ما تيجي تشوف شجرة مريم. والمطرية اتسمت المطرية نسبة إلى المطر، والمطر في اللغة اللاتينية يعني الأم، وتم تسميتها بالمطرية نسبة إلى الأم في اللغة اللاتينية نسبة للسيدة العذراء مريم. تعالوا بينا نشوف جولة حلوة جوه شجرة مريم. أول ما هتدخل المكان هتلاقي فيه على إيدك اليمين لوحة على شكل كتاب بتدشين مشروع تطوير بئر وشجرة مريم في عام 2000. بعدها بشوية صغيرين جدا هتلاقي بقى تمثال للسيدة العذراء مريم البتول، وطبعا مش هتسيبه غير لما تقف تتصور عنده. هتمشي شوية هتلاقي بقى لوحة فنية جميلة جدا واخدة مساحة كبيرة على الجدران، ودي اللوحة بتوثق رحلة العائلة المقدسة ودخولهم مصر. قدامها بقى في بازار مكتوب عليه مبارك شعب مصر. هتمشي شوية هتلاقي بقى بئر شجرة مريم، والبئر ده بيرجع للعصر الروماني، وبيقال في إحدى الروايات إن السيد المسيح اغتسل من ماء البئر، وإن السيدة العذراء مريم قامت بغسل القميص الخاص بيه وصبت من مية البير على الأرض، فنبت في نبات عطري اسمه نبات البلسم وليه ريحة جميلة جدا. بعدها هتمشي شوية هتلاقي شجرة مريم، وشجرة مريم هي شجرة جميز، ودي الشجرة اللي استظلت تحتها السيدة العذراء مريم. والشجرة دي 3 أجيال، واللي في المطرية دي الجيل الأول. والشجرة دي عمرها 2025 سنة، والثمار الخاص بيها هو اسمه ثمار الجميز. الغريب بقى هناك اللي احنا شفناه وسألنا عليه ان احنا لقينا في اسامي محفورة على الشجرة. لما سألنا عرفنا ان دي مجموعة من الجنود الفرنسيين اثناء الحملة الفرنسية، جالهم مرض وحش جدا وما كانوش عارفين يتعالجوا منه، فراحوا عند الشجرة هناك واتباركوا بيها وبالمكان وبالسيدة العذراء مريم، وشوفوا فعلا من المرض اللي كانوا عندهم. فبالتالي حبوا ان هم يوثقوا اللحظة دي وحفروا اساميهم على الشجرة. مش بس كده، احنا كمان لقينا في ثقوب في الشجرة كتيرة قوي وجواها ورق. وبرضو سألنا ولقينا ان قبل عملية التطوير وقبل ما هم يحوطوا الشجرة بسور من الخشب، ان الناس كانت بتيجي زمان وبتكتب امنياتها واحلامها في ورق، وبيروحوا عاملين فيه ثقب في جذع الشجرة وبيحطوا الورق دي جواها، طبعا لان هم برضو بيتباركوا بالمكان وبالسيدة العذراء مريم. بعدين هتمشي شوية بعد شجرة مريم، وطبعا هتقف وتتصور عند كل حاجة هناك. هتمشي شوية هتلاقي في غرفة اسمها غرفة المحكى، والغرفة دي أول ما هتخش هتلاقي في لوحة كبيرة، ولكن هي لوحة تخيلية لفنان كوري رسمها، بيحكي بقى فيها الموقف بتاع العائلة المقدسة والسيدة مريم وسيد المسيح، ووراهم طبعا الشجرة ويوسف النجار وهو بيديلهم ثمار الجميز، والبير جنبهم، وكمان هنلاقي فيها سلة المطرية. وفي المحكى هتلاقي فيه لوحتين، لوحة للسيدة العذراء ولكن هي لوحة كوبي والأصل منها في كنيسة العذراء، واللوحة التانية هتلاقيها برضو للعائلة المقدسة بالأهرامات توثيق دخولهم مصر. بعدين هتخرج هتلاقي بقى فيها غرفة الزوار. غرفة الزوار أول ما هتخش هتلاقي فيه خريطة بتوثق فيها كل المزارات المرتبطة بمسار العائلة المقدسة من أول تل الفرمة. ورا الخريطة برضو هتلاقي فيه لوحة ورسمة كبيرة جدا للعائلة المقدسة ودخولهم مصر. وتحت اللوحة دي في حوض، والحوض ده بيقال عنه إن السيد المسيح استحمم بداخله. بعد ما تخرج هتطلع هتلاقي فيه سلم هتخرج منه، هتطلع هتلاقي فيه زي استراحة أو قاعدة فوق ومنظر تحفة للمكان بقى من فوق، وفي لوحتين، لوحة مكتوب تحتها إنه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واللوحة التانية مكتوب تحتها أنا هو الراعي الصالح.
وانت خارج كده لو بصيت على المنظر من فوق، يعني المنظر ككل بقى، هتلاقي حاجة غريبة جدا سبحان الله. هتلاقي ان الخمس اوض بتوع المحكى والجامع اللي ورا شجرة مريم واخدين شكل القدس من فوق. سبحانك يا رب. بعد كده بقى واحنا خارجين حبينا نختم بجملة لقيناها مكتوبة ومحفورة على الجدار بتاع المكان، مكتوب عليها: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز بلدنا.